لو جاتلك فرصة حقيقية انك تغير حاجة في حياتك في الماضي، يا ترى هتغير ايه بالظبط؟ بس خلي بالك، اي حاجة انت هتغيرها في الماضي هتأثر على الحاضر والمستقبل بتاعك. ممكن التأثير ده يبقى في صالحك وممكن يبقى لأ. بنت بتحكي قصتها وبتقول ان هي عندها حوالي 32 سنة، متجوزة وعندها بنت عندها 5 سنين. حياتها سعيدة، ما عندهاش مشاكل، حياتها مستقرة والكلام ده كله. كانت بتحب جوزها وجوزها بيحبها جدا وبتحب بنتها. ومؤخرا هما انتقلوا من بيتهم القديم وراحوا بيت جديد. البيت الجديد اللي هما راحوا له كانت سمعة البيت ده مش احسن حاجة، وده بسبب ان من حوالي 25 سنة في طفل عمره 9 سنين اتقتل في البيت ده على يد قاتل متسلسل. وعلى الرغم من انه عدى 25 سنة الا ان الناس لسه مازالت فاكرة القصة ومحدش بيحب يسكن في البيت. الولد ده ان من حوالي 25 سنة كان في عيلة ساكنة في البيت ده، وكان عندهم طفل عنده حوالي 9 سنين. وفي يوم الاب والام كانوا مش موجودين، كانوا سايبين ابنهم لوحده في البيت، وفي قاتل متسلسل في الوقت ده اقتحم البيت وقتل الطفل الصغير. القضية كانت ترند كبير قوي، وساعتها بعد ما الابن توفى الاب والام ما حبوش ان هم يسكنوا في البيت ده تاني، فمن ساعتها والبيت ده بقى مهجور. ما صاحبة القصة هي وزوجها وبنتها اتنقلوا وعاشوا في البيت لحد ما في يوم من الايام كان في عاصفة شديدة قوي، برق بقى ورعد والكلام ده كله. فهي كانت قاعدة في البيت ده ساعتها لوحدها، جوزها وبنتها ما كانوش موجودين. فنزلت البيسمنت او اللي هو القبو يعني عشان تستخبى فيه من العاصفة دي. هي تحت فوجئت بوجود تلفزيون قديم قوي، من الواضح ان التلفزيون ده ينتمي للعيلة اللي كانت ساكنة. فجاية بتشغل التلفزيون ده واتفتح، بس ما اتفتحش على قناة معينة، لكن لقيت قدامها الطفل اللي هو اتقتل من 25 سنة اللي في التلفزيون بيبص لها وهي بتبص. لما يبدو ان التلفزيون ده مع العاصفة اتفتح فيه زي فجوة زمنية، يعني الاتنين شايفين بعض، الماضي والحاضر او الماضي والمستقبل. طبعا هما الاتنين في الاول ما كانوش فاهمين، بس البنت ادركت واستوعبت واحدة واحدة، وكمان عرفت بان النهاردة نفس التاريخ اللي الولد اتقتل فيه من 25 سنة. حاولت ان هي تنقذه وتقول له يعني بص مفيش وقت للتفسير، بس انت لازم تهرب، سيب البيت بكل اللي فيه واهرب حالا. بالفعل سمع الكلام وهرب، وهي نجحت في انها انقذته، ولكن ما كانتش تعرف ان ده هيبقى ليه تأثير قوي جدا على المستقبل والحاضر بتاعها.